ركزوا معايا يا جماعة في الفيديو ده جدا جدا، عشان ممكن يكون سبب في إنقاذ دورتكم كلها إن شاء الله. أقول لكم على أقوى برنامج التحصينات والأدوية وكل حاجة إن شاء الله، وإزاي نتصرف لما يظهر مرض في القطيع لا قدر الله. فأنت لو بتربي فراخ بلدي ومهتم جدا جدا بالموضوع وعايز تعرف إنك تحافظ على قطيعك، فأنت لازم تكمل الفيديو ده للآخر، ما تسيبش منه ثانية لأنه كله معلومات على بعض. انا ببدا طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في اول فيديو للسلسله، اللي هو معالجه جفاف لمده الثمان ساعات. بعدين ببدا انا من اليوم السابع بحصن هيتش بلس، او لو ما عندكش بتدي رافع مناعه طبيعي، ده لو مش عايز تحصن يعني. اليوم ال 14 بالنسبه لي اهم يوم، لان انا بدي فيه نيوكاسل لاسوتا اللي هو في الميه. ده يا جماعه اهم تحصين للفراخ عموما. اليوم ال21 بدي جرعة تانية لنيوكاسل يا إما أي بي. أنا أفضل أي بي. لو الدورة هتطول معاك بقى أكتر من 60 يوم هتدي جرعة تعزيزية. نخش بقى على برامج الأدوية، والأساسي اللي هو من يوم لحد 7 أيام. أنا من يوم لحد 7 أيام بدي فيتامينات سي، وبدي فيتامينات يومين ورفع مناعة يومين. من أسبوع ل21 يوم مضاد كوكسيديا عندي لازم يكون اليوم العاشر، أديله للفراخ، وبدي فيتامينات او املاح زي دي اس 3 لمده 3 ايام. بدي مضاد تنفسي خفيف جدا ده في حاله لو في عطس او حاجه لا قدر الله. من 21 يوم لحد البيع يا ابطال بدي فيتامينات يوم وميه نظيفه يوم. ولو عرفتوا تدوا اعشاب مرتين في الاسبوع يبقى افضل من الموضوع ده كله. اشهر الامراض وطرق التعامل معاها يا شباب: الكوكسيديا، وده طبعا بيكون دم في الفضلات وخمول كده للطائر، بدي مضاد كوكسيديا 3 ايام، لازم تكون النشاره نظيفه وناشفه وما فيهاش بلل. البرد طبعا والعطس الخرخره ده كلها، العلاج بيكون تايزولين، بدي تايزولين يومين بهوي بس بدون ما برد، وتوم وليمون. الاسهالات طبعا في لون اصفر واللون الابيض بدي املاح وفيتامينات ومضاد خفيف جدا. والهزال اللي هو الطائر بيبقى هزيل كده بدي. المهم العلف يكون مضمون وكويس جدا. وبكده تكونوا عرفتوا اقوى برامج تحصينات وادويه واهم الامراض اللي بتيجي للدوره. فانتوا رجاء منكم الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.